أهلا بيكم. هنعمل النهاردة مع بعض البيستاشيو أو الفستق الكداب بمكون واحد بس، وبجد الطريقة دي حصري ومش موجودة على اليوتيوب. خلينا في البداية نتفق إن ده بديل للفستق وبديل لصوص الفستق علشان ما نحرمش نفسنا من أي حاجة. خلينا نجرب كل حاجة موجودة بصوص الفستق أو أي حاجة انت نفسك فيها اعمليها ببدايل، مش هيحصل أي حاجة. الطعم حلو جدا والشكل جميل جدا ومكونات كلها في البيت. تعالوا نشوف بقى المكون الأساسي اللي معانا هو البسلة. أنا جبت هنا نص كيلو من البسلة، زي ما انتم شايفين كده مليانة، والحبيبات بتاعتها كبيرة كده وبتكون طعمها مسكر. هاتي البسلة السكري، هي مش هتبان أبدا في الطعم. هنجيب البسلة وهنحطها في الكبة زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نفرمها كويس قوي. وطبعا درجة الفرم دي ترجعلك، لو عايزاه مثلا خشن شوية، عايزاه مثلا مجروش، او عايزاها ناعمة على الآخر، فدرجة الفرم دي ترجعلك. احنا بنتكلم على الفستق، لسه صوص الفستق هنتكلم عليه بعد كده. زي ما انتم شايفين كده هفضل اطحن في البسلة لحد لما تكون زي العجينة، زي ما انتم شايفين كده. هي كده تقريبا تمام، وصلت كده للقوام اللي انا عايزاه. شايفين هي بالظبط زي العجينة. في الوقت ده هكون محضرة صينية علشان ادخلها الفرن، ومبطناها بورق زبدة. ممكن ما تحطيش ورق زبدة وتكتفي بانك تدهني الصينية بتاعتك بمسحة بسيطة من الزيت. هبتدي انزل بقى البسلة او عجينة البسلة اللي معانا، احنا ما ضفناش عليها اي حاجة، مجرد ان هي بسلة بس. هناخدها وهنوزعها في الصينية زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بحيث ان انا افرقها عن بعضها كده. خلينا نكمل باقي الكمية اللي معانا ونرجع تاني نحطهم على بعض ونوزعهم في النهاية. زي ما انتم شايفين كده هكمل الكمية بنفس الطريقة وبنفس التفاصيل اللي عملناها في اول مرة. عايزة اقول لكم ان انا شفت وصفات كتير قوي اتعملت للفستق الكداب بالسوداني، لكن النتيجة بجد ما كانتش احسن حاجة. لما جربتها ما عجبتنيش ابدا. اكتر طريقة عجبتني وهي البسلة. فعلا الطعم بتاع البسلة قريب جدا بعد التحميص للفستق. وبعدين احنا هنا هنحمصه، مش هننشفه على الاخر، هنخليه 3/4 كده تحميص. صدقوني النتيجة في الاخر روعة. دلوقتي انا فاتحة الفرن على درجة حرارة 180. وزعت الخليط بتاعي كله كده زي ما انتوا شايفين. ادخل الصينية بتاعتي بس اول 10 دقايق على درجة حرارة 180، وكل 10 دقايق هبتدي اقلب فيه، كل شوية هبتدي اقلب فيها كده لحد لما توصل ل3/4 تسوية. زي ما انتوا شايفين بيكون ده شكلها في النهاية. اعملي حسابك وانتي بتسوي البسلة ان انتي تخلي فيها نسبة مية في الاخر، يعني ما تنشفيهاش على الاخر علشان ما تبقاش محجرة، مش هتبقى طعم الفستق نهائي. هاخدها كده على الكبة وابتدي اجرشها بقى، ابتدي انعمها على الاخر. طبعا زي ما قلتلك درجة الفرم او الطحن دي بتاعتك انتي. انا اكتفيت بيها كده حلوة قوي، دي للتزيين ممتازة. شايفين ما شاء الله ما تفرقش حاجة عن الفستق الحقيقي. تعالوا بينا دلوقتي نعمل بتاعة الحشوات. هنبتدي نجيب مطحنة السكر، او ممكن لو مش عندك ممكن تشتغلي عادي خالص زي ما انتي ماشية، بس انا حبيت ان انا افرمها ناعم شوية زيادة. لكن هتكون معانا برضو قطع بسيطة كده زي تحبيبة كده في الحشوات، عشان يظهر معانا ان احنا يعني مكلفين كده ما شاء الله، حاطين فستق ومكلفين، يعني اللي ياكل يحس بطعم فعلا تحت اسنانه او في بقه كده ان في فستق فعلا في الحشوة اللي احنا عاملينها. زي ما انتوا شايفين كده هي ما شاء الله كده تمام قوي. هطحن كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي. خليني في الوقت ده اجهز بقى دورق الخلاط، وتعالوا شوفوا هنعمل الحشو ازاي. انا اول حاجة استخدمت كوباية من الحليب، هضيف عليه كوباية كمان من السيرب الخفيف اللي هو سيرب البسبوسة او شربات البسبوسة الخفيف. وزي ما تعودنا هسيب لكم الطريقة وهسيب لكم كمان المقادير بالجرام وبالكوباية تحت في صندوق الوصف. هنزل عليهم بكوباية من الزيت، مهم جدا ان الزيت يكون ريحته حلوة. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من قصنص الفستق او ريحة الفستق. مش عندك خلاص الغيها خالص، مش هتفرق كتير في الطعم. لكن احنا عايزين نوصل لأقرب حاجة للفستق. في الوقت ده هبتدي انزل بكوبايتين من الفستق اللي احنا عملناه، كوبايتين. لو احتاجنا ممكن نزود حاجة بسيطة كمان. هبتدي بقى اضرب الخليط ده كله مع بعضه. هتحسي في الاول ان هو خفيف، اصبري شويه واضربي لحد افضلي اضربي كده في الخليط بالخلاط لحد لما توصلي للقوام ده. هتستني شويه هتلاقيه قوامه كل شويه عمال بيتقل. وخلينا نتفق ان ده للحشوات
مش صوص يتحط للتزيين، ده للحشوات، فكل لمّا يكون تقيل شوية معايا كل ما يكون أفضل. أنا بقى محتاجاه بالقوام اللي أنتم شايفينه ده، ولمّا هادخّله التلاجة برضه هيتقل تاني زيادة، شايفين؟ عشان يبقى في الحشو متماسك ويكون حلو. براحتك أنتِ طبعًا، ممكن تخفّيه شوية بشوية حليب أو ممكن لأ، زي ما أنتِ عايزة. بس أنا بالنسبة لي القوام ده مناسب جدًا للحشوات، ما شاء الله شايفين ما شاء الله تحفة. واخدين بالكم من الحبيبات دي كمان؟ يعني بجد اللي هياكل عندِك الصوص ده مش هيصدق إن هو معمول في البيت، وكمان بديل الفستق حاجة كده في منتهى الجمال. أنتِ مصدقة أصلًا إن دي بسلة؟ استحالة طبعًا أي حد ممكن يشوفها يقول إن هي بسلة، لا في الشكل ولا في الطعم كمان. زي ما أنتم شفتوا إحنا ما استخدمناش أي ألوان صناعية نهائي. ما شاء الله يعني البسلة حلوة جدًا ولونها حلو جدًا، وأنا اكتفيت باللون لإن هي بجد خطيرة. يا ريت لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.